بيبدأ معنا الفيلم باتنين جنود مرعوبين جدا وكانوا بيطلبوا النجدة علشان تلحقهم، وفجأة وهم في الغابة بنلاقي واحد فيهم اتشد من مخلوق غريب، وبنلاقي الاتصال اتقطع والشبكة فصلت، وبيكون الجندي الأخير موجود لحاله، وفجأة المخلوقات الموجودة في الغابة بتفضل تجري وراه لغاية ما حاصرت الجندي ده، والله أعلم ايه اللي حصل له. ده فيلم بريميتيف وور اللي اتعمل 2025. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. نروح لمعسكر الجيش الأمريكي اللي طلع كان في فيتنام، وكان موجود في المعسكر ده قرويين وفلاحين من فيتنام كانوا بيستجوبوهم عن أماكن الثوار والجيش الفيتنامي، بس طبعا مش فاهمين حاجة من القرويين دول بسبب اللغة بتاعتهم. وبنشوف الجيش الأمريكي وهو بيجهز لهجوم قريب، وبعدها بنروح لموقع فيه جنود فيتناميين وكانوا حاجزين رهاين أمريكيين، وفجأة بيطلع عليهم جنود كانوا مستخبيين ورا الأشجار وكمان قناصين بيخلصوا على المعسكر ده كله وبيحرروا الأسرى اللي فضلوا عايشين. وبعدين بتيجي طيارات علشان تاخد الفرقة دي، وبنعرف إن اسمها فرقة فولتشر والقائد بتاعهم اسمه بيكر، وكانت الفرقة مجهزة نفسهم علشان يرجعوا البيت ولبلادهم، بس بيتفاجئوا إن جاية لهم أوامر بمهمة جديدة، وطبعا بيضايقوا جدا وبينصدموا. وبعدها بيروحوا على المعسكر وبنعرف إن المهمة الجديدة إنهم يروحوا يدوروا على الفرقة اللي فقدوا الاتصال بيها في الغابة، وبنعرف إن الفرقة اللي ضاعت دي من النخبة وأكبر فرقة في الجيش الأمريكي. بس ده ما بيخوفش فريق فولتشر، وكانوا واثقين لدرجة الغرور في نفسهم وإنهم هينفذوا المهمة دي، وعلشان كمان يروحوا على بيوتهم بسرعة. بعدين بنلاقي القائد بيكر بتاع فريق فولتشر بيروح للعقيد، وكان عاوز يستفسر أكتر عن المهمة دي، وكان حاسس إن العقيد مخبي عليه حاجة وقلقان، وإن إزاي فريق النخبة يضيعوا بالشكل ده. بس العقيد طبعا ما بيدهوش أي معلومة، وبيقول إن المهمة اللي راحوا لها كانت سرية، وهددوا كمان إنه يفضح ملفه اللي عارفوا عنه وجرايمه اللي عملها قبل كده. وفعلا القائد بيكر بيسيبه ويمشي، وبعدها بنشوف طيارة هليكوبتر بتودي الفرقة لموقع الغابة اللي هيبدأوا فيها استكشاف، وفعلا بيبدأوا ينزلوا منها وبيبدأوا ينتشروا. وفجأة القائد بيلاقي آثار أقدام على الأرض، وكانت ضخمة جدا وبيفتكروها آثار مشي لنعامة كبيرة أو حيوان ضخم أو مخلوق غريب. وبعدها بيلاقوا كمان ريش للحيوان ده لمخلوق جديد وغريب. وفجأة بيجي جندي ومعاه شنطة لقاها في الغابة، ولما القائد بيكر فتحها اكتشف انها بتاعت الفرقة اللي تاهت، وكمان كان في مذكرات موجودة فيها، وكمان بنعرف ان في محطة او مركز ابحاث موجود في الغابة دي. فبيقرر القائد بيكر انه يمشي ورا الاثار وهي هتدلهم على مكان المحطة دي، وفعلا بيمشي ورا اثار الاقدام علشان يلاقوا مركز الابحاث ده. وهم ماشيين في الغابة الفريق بيسمع اصوات مرعبة لحيوانات غريبة ومزعجة جدا في الغابة، وبدأ الفريق يقلق جدا ويخاف. فالقائد أمرهم إنهم يمشوا بحذر وانتباه. وفجأة بنلاقي القائد بيكر بيتشد من رجله ويتسحب بسرعة عالية من وسط الجنود. القائد بيكر هو بيتسحب شاف راس مخلوق غريبة جدا وبدأ يضرب عليه نار، وما كانش عارف ايه ده. وبعدها فعلا سابوا المخلوق ده واختفى. وبعدها الجنود بيكونوا وصلوا له علشان يطمنوا عليه، وقال لهم خلوا بالكم لان الحيوان ده ضخم جدا ولسه موجود وما ماتش. وبعدها بدأوا يستمروا في المشي يدوروا على المحطة او المركز بتاع الابحاث في الغابة، لكن فجأة بنلاقي ان في جماعة بتراقبهم، وبان انهم روسيين ومعهم واحدة عارفة بالغابة دي وكمان فيتنامية يعني من اهل البلد. وهم بيمشوا وراهم بنلاقي ان في جندي منهم تعب من المشي واتأخر عنهم، وفجأة بنلاقي وراه ديناصور كبير وبلعه على طول. وبعدها بنرجع لفرقة فولتشر وجندي منهم بيلاقي عظمة كبيرة وباين انها لسن حيوان كبير، وبعدها بيوديها للقائد وهو خايف جدا وبيقول له يلا نبلغهم اننا ملقيناش حاجة عن المهمة ونمشي من هنا يلا. بس القائد بيرفض طبعا وامرهم بتحرك في الغابة. بعدها بيدخلوا في كهف مظلم جدا وهم ماشيين فيه بالراحة خالص ومركزين في كل خطوة. فجأة بيلاقوا قدامهم جنود ميتين وعليهم آثار خربشة جامدة جدا في جسمهم. وبعدها فعلا بيكملوا مشي برعب أكتر لغاية ما لقوا قدامهم ديناصور ظهر فجأة، فانصدموا جدا وبدأوا يضربوا عليه نار. بس المصيبة إن ظهر وراه ديناصورات أكتر وفضلوا يضربوا عليهم كلهم نار وبدأوا يهربوا منهم. وانقسموا القائد ومعه جندي
وباقي الفريق. وفعلا بدأوا يخرجوا من الكهف ده للغابة، وهرب القائد قبل ما الديناصور يمسكهم. بعدها بنروح لباقي الفريق اللي كانوا بيجروا في الغابة، وطبعا كانوا تايهين جدا وكمان مش عارفين يقرروا يعملوا ايه. القائد طبعا مش معاهم، فبنشوف انهم اتحصروا من كل اتجاه من الديناصورات. بس لما الصوت والجو هدي خالص وبدأ الجنود ياخدوا نفسهم ويرتاحوا، فجأة بيلاقوا ديناصور عملاق جدا ماشي من قدامهم، وطبعا ماتوا من الرعب. بعدها بنرجع للقائد بيكر اللي بيكون ماشي مع جندي جبان، وكان الجندي ده متطوع. وفجأة بيلاقوا نفسهم وسط هياكل عظمية عملاقة وحيوانات كانت أغلبها مأكولة مرمية جنب بعض. وهم ماشيين وسطهم فجأة بيلاقوا ديناصور عملاق وكان نايم. بس بعدها بيظهر ديناصورات أصغر وبدأ يهجم على القائد والجندي اللي معاه، ونتيجة الهجوم ده بيصحى الديناصور العملاق فينفزعوا وبدأوا يجروا، وهو بيجري وراهم بس ما بيقدرش يوصل لهم ويقدروا يهربوا منه. بعدها بنرجع للفرقة اللي بتكون خايفة جدا وعاوزين يمشوا ويطلبوا إجلاء بالطيارات حتى لو سابوا القائد وصاحبهم وراهم عادي. وبعدها بنرجع تاني للقائد بيكر اللي بيكون لسه الديناصور مش سايبهم وعمالين يجروا منه في الغابة. وطبعا فضلوا يجروا لغاية ما وصلوا عند منحدر مرتفع جدا تحته نهر بعيد جدا، وبنلاقي ان الديناصور حصرهم وبيحاول يقرب منهم. بعدها القائد بيكر بيقرر انه ينط على طول في النهر تحت، فبينطوا فعلا والديناصور جري عليهم وقع وراهم. بس بنلاقي ان الديناصور عرف ينجو من المية، لكن الجندي اللي مع القائد بيكر غرق. فعلى طول القائد حاول يطلعه من المية وينقذه. وفجأة بنلاقي ان في واحدة ست طالعة من الغابة وبتروح للقائد بيكر علشان تساعدهم، وبتطلب من القائد انه يروحوا معاها لمختبر قديم هي عايشة فيه. فالقائد طبعا بيرفض وبيقول لها لا لسه هدور على باقي الفرقة. فطبعا بنعرف ان الست دي روسية وبتقول له ان الفرقة كلها هتموت وانتوا لو ما جيتوش هتموتوا وراهم، وبعدها بتسيبهم وبتمشي. بعدها بنرجع للفرقة اللي كانت بتتجول في الغابة وتايهة حرفيا، وكانوا معرضين للموت في اي لحظة. وكانوا ماشيين وسط الحيوانات العملاقة والمفترسة، وكانوا مستغربين واندهشين ازاي انها موجودة ومحدش عارف عنها حاجة. بنرجع للقائد تاني اللي بيكون خلاص وصل مع الست الروسية المختبر هو والجندي. بس فجأة بنلاقي ان الست دي بتاخد حقنة مورفين مخدر، فبيتعصب جدا القائد بيكر وامرها انها تشرح اللي بيحصل ده هنا. فحكت له الست الروسية اللي طلع اسمها صوفي ان المكان ده كان مختبر قبل كده وكان فيه علماء وباحثين، وكانت هي جت مع جوزها عالم الذرة وهي كانت باحثة أثريات. فبتقول انهم جم للمكان ده بأمر من الوكالة الروسية للأبحاث عن طريق واحد اسمه بورودين، وإن الشخص ده كان قاتل جدا وما كانش حد يقدر يقوله لأ أو إنه يرفض إنه يجي للمكان ده. فعلا بدأوا يعملوا الأبحاث في المختبر ده، لكن بعدين بنعرف إن الجنرال بورودين الروسي ده قتل أي حد له علاقة بالمكان ده وقتل كل العلماء الموجودين. ولما رجعت مرة من برة للمختبر لقت حتى جوزها مقتول، فبتهرب وبتفضل عايشة في الغابة وما كانتش بتاخد غير المورفين ده حقن وكان مصبرها وبدأت التعاطي. بعدها بنشوف القائد بيكر بيطلب من الجندي اللي معاه انه يأمن اتصال بالمعسكر علشان يطلب اجلاء وطيارات تيجي تنقذهم. وفعلا القائد بيكر بيكلم العقيد الامريكي وبيطلب منه اجلاء فوري، بس العقيد بيسأله ان المهمة خلصت ولا لسه. فبنلاقي ان القائد بيكر بيتعصب جدا وبيحكي له عن اللي حصل وعن الراجل اللي اسمه برودين والمركز بتاع الابحاث بتاعه، وكمان عن الكائنات والمخلوقات اللي لقوها. فالعقيد طلب منه الموقع بتاعه عشان تجي لهم الطيارات. ففعلا بنلاقي ان القائد بيكر بيديله الموقع والميعاد بتاع وصول الطائرات، لانه لسه هيدور على باقي الفرقة ويروحوا على الموقع ده. وكمان بيقول ان في ست روسية هتكون معاهم، وبعدها بيقفل في وشه الخط. بعدها بنرجع للفرقة اللي بتكون ماشية في حقل برا الغابة وسط الحيوانات، وفجأة وهم ماشيين بينضرب واحد فيهم بالنار، وبنكتشف ان الجماعة الروسيين اللي كانوا ماشيين وراهم عاملين ليهم كمين وبدأوا يضربوا عليهم نار. وفجأة بيظهر طيور عملاقة جدا في الجو، وبدأ كل الجنود بيضربوا عليهم نار، فبدأت الطيور دي تهجم عليهم. وبنلاقي ان طير منهم نزل على الارض وبتقدر تهجم على واحد فيهم وتموته. بعدها فئة فولتشر بيهربوا على الغابة، بس هم واقفين على
عشان ياخدوا نفسهم. فجأة بيطلع القائد بيكر والجندي اللي معاه والست الروسية يقابلوهم، وطبعا الجنود بيتضايقوا جدا من صوفي لأنها روسية وليها علاقة بالجنود اللي هجموا عليهم وجرحوا واحد فيهم. لكن فجأة وهم واقفين بيطلع عليهم مخلوقات صغيرة جدا شبه الديناصورات بس على صغير، وتبدأ تهجم عليهم، وفعلا بيقدروا يخطفوا كمان صديقهم المصاب. لكن وهم بيشدوا فيه بيقدر يوقفهم ويهربوا منه، بس فجأة بيطلع عليه طير ضخم جدا وعملاق بيقدر انه يوقعه على الارض ويطلع فوقيه، ويبدأ بمخالبه انه يجرحه كمان في صدره. فبيسمع الجندي الفرقة قريبة منه لكن ما بيقدرش انه ينده ويصرخ عليهم، بس بيجمع قوته فجأة وبيقدر انه يخبط الطائر في عينه. فبيسمعوه الفرقة وفعلا بتيجي عليه وتقرب وبتنقذه في اخر لحظة، وفعلا بعدها بيودوه على المختبر وبدأوا يديله مخدر المورفين ويبدأوا يعالجوا جروحه. بعدها بنلاقي القائد بيكر بيضغط على صوفي الست الروسية عشان تعترف بأسباب حدوث المختبر ده ووجوده في الغابة الغريبة دي، وانه حاسس انها مخبية عليه اكيد حاجة. وفعلا بعد محايلة كتيرة بنلاقي صوفي تعترف وقالت ان بوردين جابها هي وجوزها للمكان ده عشان يعملوا ابحاث وتجهيزات لجهاز بيشتغل بالطاقة النووية وضرب الجزيئات ببعضها، وده اللي يقدر من خلاله انه يعملوا ثقوب زمنية او بوابات زمنية يقدر من خلاله الجيش الروسي انه يروح لقلب امريكا وواشنطن ويهجم عليها وينتصر في الحرب. لكن طبعا المشروع ده كله انقلب 180 درجة، ولما فتحوا فعلا المشروع ده فتحت البوابات الزمنية على العصر الحجري ورجعوا مخلوقات ماتت من زمن فات زي الديناصورات وباقي الحيوانات اللي كانت عايشة الحقبة دي. وطبعا البوابات الزمنية دي لسه موجودة والمختبر لسه شغال، وكمان في جنود كتير وعلماء روسيين، والجنرال او القائد بتاعه هو بورودين شخصيا. وطبعا القائد بيكر كان مصدوم جدا من الكلام ده، بس فجأة نلاقي ان الديناصورات بتحاوط المركز المهجور ده واللي هم قاعدين فيه، وكانت عددهم كتيرة جدا. فبتاخد الفرقة بالها من الكلام ده وبدأوا يستعدوا ليهم، لكن صديقهم اللي كان مصاب طلب منهم انهم يسيبوه وما يكونش عبء عليهم. لكن الفرقة طبعا بتنصدم وبترفض الموضوع ده، لكن بعد اصرار كبير جدا فعلا بيروح جندي وبيسيبه جوه غرفة مهجورة وبعدها بيمشي. فعلى طول بنلاقي ان الديناصورات بدأت تهجم عليهم وبتدخل المركز ده، لكن فجأة اول ما بيقربوا منه بيفتح عليهم المتفجرات دي وبيفجر نفسه فيهم. بعدها بنشوف الفرقة فولتشر وهي بتمشي من المختبر ناحية المركب والنهر، وبنشوف القائد بيكر وهو بيروح لصوفي عشان يسألها عن الجهاز اللي بيشتغل بالطاقة النووية وطريقة عمله، وهل ليه حل او طريقة عشان يوقفوا بيها المصيبة دي، وهل لو رموا عليها متفجرات ممكن تحل القصة. فعلى طول بترد عليه صوفي وبتقول له مستحيل، هتبقى كارثة لو رميت عليها متفجرات، لان المتفجرات هتنتشر في الازمنة كلها وده هينتج عنه اكيد حاجات اصعب بكتير. وقالت ان حلها هيكون ابسط من كده بكتير وعن طريق المفاعل نفسه. وبعدها فعلا بيبدأوا يروحوا وبيوصلوا الغابة، وهم ماشيين فجأة بيلاقوا جثث ناس ميتة كتير، وفجأة بتهجم عليهم ديناصورات كتيرة جدا وما بيقدروش عليهم حتى وهم بيضربوا عليهم نار. فبيجري واحد فيهم وبيخلي الديناصورات كلها تجري وراه وبيضحي بنفسه وبيبعدوا عن الفرقة، لكن قبل ما تموته بيطلع المسدس وبيضرب نفسه بالنار وبتبدأ الديناصورات تتلم عليه. بعدها بيكلم القائد بيكر العقيد اللي في المعسكر عشان يقوله على مكانه موقع الإجلاء والإنقاذ اللي هيجيله فيه. بعدها بنشوف المركز أو المختبر اللي موجود فيه الجنرال بورودين والمسؤول عن البوابات الزمنية، وكان المركز أو المختبر ده مليان جنود روس كتيرة جدا. لكن فجأة بنلاقي واحد من جنود فولتشر بيقتل جندي روسي بتاع المركز ده. بعدها الفريق فولتشر بيعدي واحد واحد عشان يدخلوا المركز ده، لكن بنشوف ان اللي فضل من الجماعة الروسيين اللي كانت معهم الفيتنامية وصلت للقائد بورودين وبيطلبوا من القائد بورودين انهم يوقفوا الكلام ده، لكن القائد او الجنرال بيطردهم على طول. فبتنتهز فرقة فولتشر الكلام ده وبيروحوا يطلبوا من الجنود الروسيين اللي فضلوا انهم ينضم ليهم علشان يدمروا الموقع ده. لكن فجأة القائد بورودين وهو ماشي مع الجنود بيلاقوا ان ديناصور عملاق ظهر قدامهم، وبنشوف انه ليه طفل ومات، وبعدها بيتجنن الديناصور ده وبيهجم ويدمر المركز كله. وبنشوف القائد بورودين وهو بيهرب، وبعدين بيروح
بيكر مع صوفي لمركز البوابات الزمنية علشان يوقفوا الجهاز، لكن فجأة بنلاقي ان القائد برودين ظهر وكان معاه سلاح ويرفعه ناحيتهم، لكن صوفي فجأة بتظهر وبتقدر توقفه وتاخد منه السلاح، وبعدها بتروح عشان تقطع الأسلاك ويقفل النور بتاع الجهاز والموقع وتقدر توقف البوابات الزمنية. لكن فجأة بيطلع من الطرقة ديناصورات كتيرة جدا وبدأت تهجم عليهم، وبنشوف ان القائد برودين قام علشان يشغل الأجهزة تاني، بس فجأة بيجي ديناصور من وراه وياكله من راسه. بعدها بنشوف الفرقة وهي بتجري بعد ما وقفت الجهاز، والديناصورات وراها عمالة تجري، وقربوا انهم يخرجوا من المختبر ده، وشافوا فعلا الطيارات قربت منهم، لكن الديناصورات اتلموا عليهم على طول وبدأوا يضربوا عليهم نار من كل حتة، بس الديناصورات ما بتخلصش. وبنرجع للقائد بيكر اللي بيكون لسه في المركز بيوزع متفجرات في المختبر كله وفي الطريق علشان يدمر المكان كله بالديناصورات الموجودة، وفجأة بيبدأ المكان كله ينفجر. وكان القائد بيكر كان بيجري في الطرقة لكنه ما بيقدرش انه ينجو، وبيكون في ورا ديناصور ومرة واحدة بيقعوا فوق بعض وما عرفش يطلع من المكان. وبتكون الفرقة كلها بتاعت فولتشر راحت بالطيارات ناحية المعسكر، وبنشوف وهم في السماء ان الديناصورات بدأت تتحرك من الغابة وبدأت كمان تروح المعسكر. وبنشوف في نهاية الفيلم ان العالم بقى يتعامل ويعرف قصة الديناصورات دي، وبدأوا فعلا كمان انهم ينقلوا في الديناصورات اللي فضلت بعد ما تدمر جهاز الفجوة الزمنية خلاص. وبس ده كان نهاية فيلم بريميتيف وور. اتمنى انه يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناة يلا افلام، وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. سلام.